que tu es, tourne dans la vide, vide, tourne dans la vide, vide, tourne dans la vide, veux tourner. تعادلي موقف اقعد تاني اقف تاني شيل كرسي اعمل سكواتس 4 في 10. انت عارف لما بنام انا ما بحلمش عشان كده محقق كل احلامي دي صح فعلا. لما بروح الجيم ما بحرقش دهوني ببيعها واستثمر فيها. عارف انا مش شايفك دلوقتي بس كاريزمتي ما تسمحليش ان انا اقلع النضاره. جامد. رحت امبارح بيتزا هات عشان اشتري بيتزا. بعد ما طلبت البيتزا لقيت واحده جايه تقول لي اقطع لك البيتزا كام قطعه. قلت لها ولا قطعه انا هقطعها بنفسي. جامد. عارف لو جالي مونر ببص. لو عايز تبقى جامد زيي اشترك في الاونلاين كورس بتاعي واوعدك عمرك ما هتبقى زي الكائن ده. انا بكره بتوع التنميه البشريه فشخ. التنميه البشريه هو واحد من حيث لا تدري نجح في حاجه ما وطلع يقول لك قد ايه هو جامد فشخ وازاي تبقى زيه وازاي تبقى ناجح. Yesterday you said tomorrow, so just do it. الكلام اللي نصه بقى بيبقى على تيدكس او على السوشيال ميديا عموما. وخلينا متفقين اللي مش الناس كلهم اللي بتعمل تنميه بشريه وحشين، هو بس يعني ايه فاهمين النوع اللي انا قصدي عليه. النوع بتاعنا جامد فشخ وازاي تبقى زيي، جامد فشخ معاك فلوس كتير، تبقى ناجح، ازاي تشقط بنات، ازاي تشقط ولاد. We are all where we are today because we thought ourselves to this position. بقيت عبد لنظرات الناس. انت مش مبسوط إلا لو العالم عرف إنك مبسوط. تلاقي ناس بتكتئب علشان محدش قال لهم، علشان جاله. ايوه عايز تبقى جامد فشخ معاك فلوس كتير فشخ والبنات بتحوم من حواليك في كل مكان. خش في الكورس بتاع الاونلاين اللي مكون من 3 حصص، الحصه الواحده ب 3000 جنيه. 3000 جنيه. والتنميه البشريه الحقيقه هي مش نوع واحد بس، هي انواع كتيره منها. مثلا النوع بتاع ازاي تشقط بنات. يعني فيديو النهارده هقول لك على 6 حاجات هتخلي كل البنات مجنونه بيك. جاهزين؟ فانت لو انترستد في حاجه زي كده خش صفحه دكتور مكاوي، شانل حلوه جدا جميله جدا. ولو اعجبت بيها اكتر ممكن تخش على الكورس بتاع دكتور مكاوي. انا ما اعرفش هو بكام النهارده بس كورس جميل جدا عن تجربه. ورساله لكل واحد داخل الكورس بتاع دكتور مكاوي، يعني اتعالج بالله عليك اتعالج. انا اسف ان انا اقول لك حاجه زي كده بس انت في مرحله متاخره جدا. ولو عايز فعلا تبقى زي دكتور مكاوي اقول لك على 3 ستيبس ازاي تبقى دكتور مكاوي. اول ستيب حط راسك جوه مربع وسيبها 3 اشهر وهتبقى مربعه لوحدها زي دكتور مكاوي. دي طريقه انا شفت فيها البطيخ وهو بيتعمل فيعني قشطه. تاني ستيب اعمل اد لاي بنت هتلاقيها على الفيسبوك وخش اكتب لها هتعملي قلق فين النهارده. تالت ستيب فرقع عشان تستحمل الكرنج اللي انت بتعمله. وفي الحقيقه ال3 حاجات دول مش هيفيدوك علشان انت عمرك ما هتوصل للليفل الاعظم بتاع دكتور مكاوي. تاني نوع من التنميه البشريه اللي هو ازاي تبقى ناجح وتجيب فلوس. هما بيحطوا الاثنين مع بعض، طالما معاك فلوس يبقى انت ناجح. وفي الحقيقه الكلام ده حقيقي بس انا حبيت اعمل نفسي مثقف واقول الفلوس مش كل حاجه بس هي كل حاجه. انا اسف. ومين اللورد بتاع الموضوع ده؟ اندرو تيت. انا عارف ان اندرو تيت اسلم وربنا يهدينا جميعا وكل حاجه بس انا هقول رايي في الحوار ده في الاخر. مبدئيا كده لو انت من يونيفرس اخر وما تعرفش اندرو تيت هو كيك بوكسر معتزل ما عملش اي انجاز كبير. بعد كده هو واخوه عمل كام مشروع منهم موقع دعاره اونلاين من اخر. بعد كده اتشهر تاني بسبب البودكاستات اللي هو كان بيطلع فيها وبيقول ازاي هو جامد وازاي تبقى جامد زيه والكلام ده. الصراحه اندرو تيت بياع كلام جامد فشخ وده اللي شهره الكاريزما بتاعته وطريقه كلامه. لكن الفيديوهات الشورتات اللي بتجيلك دي 30 ثانيه هي ملهاش اي علاقه باللي اندرو تيت بيقوله في البودكاست. اندرو تيت مثلا بيطلع في البودكاست يقول انا جامد فشخ وازاي تبقى جامد فشخ والكلام الحلو ده بس بعد كده يقول للدكاتره ما لهمش لازمه وبيكسبوا فلوس قليله علشان هم ما اشتغلوش كفايه او اشتغلوا كتير في المكان الغلط. I'm like whoa so they all talk about if you study hard you can be a doctor. Go study medicine. Study. Give up your whole life in school. وكل كلامه كده في جزء صح وجزء غلط. وبعد كده الداون فول بتاعه لما اتكلم على الجنس الاخر. ومعروفه دلوقتي لو انت على السوشيال ميديا ما تتكلمش في 3 حاجات. اول حاجه ما تتكلمش على اي ميول جنسي، ثاني حاجه ما تتكلمش على الجنس الاخر، ثالث حاجه ما تتكلمش في السياسه. صحيح يا رجاله هو موضوع الدولار ده مش افور شويه؟ يعني بتاعها مصر السيسي هو رئيسي مش عارف بلاك لايف ماترز. عموما اندرو تيت عمل اكبر غلطه على السوشيال ميديا، اتكلم عن الجنس الاخر وحش قوي. نسيت اقول ان اندرو تيت كان متصور له فيديو وهو بيضرب الاكس بتاعه او كانت هوكر تقريبا بس يعني المهم لو كان بيضرب واحده.
بس كالعاده كلام اندرو تيت كان نص منطقي. يعني في الاول كان بيقول مثلا اللي انت لو لابسه لبس مش كويس ورحتي شارع مهجور ما تستنيش ان الناس مثلا هترمي عليكي بونبوني ولا ياخدوكي بالحضن ولا حاجه. وده كلام منطقي جدا، واتكلم على حاجات تانية منطقيه. بس بعد كده حرفيا فضل يدس اي واحده جت في باله. يعني مثلا واحده كانت بتسوق الطياره بتاعته، فانت مكانك مش هنا، انت مكانك المطبخ، ها بوم. وهو الكلام اللي انت ما ينفعش تقوله خالص على السوشيال ميديا، اللي هو مثلا الستات دول ما يعرفوش يعملوا حاجه مش عارف ايه. يا اسطى انت عايز تقول الكلام ده ممكن تقوله مثلا مع واحد صاحبك، اللي هو مثلا كنت سايق عربيه وكانت في واحده قدامي ادت اشاره يمين وراحت شمال فاكره نفسها رونالدينيو، ها من اخر الكلام ده ما ينفعش يطلع على السوشيال ميديا. وفي اخر حوار اندرو تيت ده هو كان بيجري على الشهره، فانا خايف لحسن يكون دخل الاسلام علشان الشهره برضو. يعني مثلا هديك مثلا لو جبنا واحد ملحد وقلنا له هديك مليون جنيه لو دخلت المسيحيه، بس مش مهم تكون مؤمن بالديانه، فكده هيوافق عشان الفلوس، مش تفرق معاه الديانه. يعني هو كده ملحد، يعني مش هيكفر اكتر من كده. فوالله الاعمال بالنيات، ويا ريت تكون نيته كويسه. واخر نوع التنميه البشريه النفسيه. الدبريشن مش قمصه، الدبريشن مش قله فرحه. بتوصل لمرحله انت لو جالك العفريت بتاع علاء الدين وقال لك انت عايز ايه، هتقول له انا عايز حد دلوقتي. بص يا اسطى، انت لو عندك مشاكل نفسيه بجد شوف لك دكتور نفساني او شوف لك حد تتكلم معاه. لكن اللي انت تسمع حد ازاي عدى من مشاكله النفسيه، انت مش هتستفاد حاجه، ولا هتطلع من اكتئاب اللي انت فيه، ولا هتعدل نفسيتك حتى. يعني لو عايز مثلا تتبسط شويه مثلا او تسلي نفسك، اتفرج على فيديوهاتي مثلا. يعني سهله ايه بحاول احط نفسي اتفرج مثلا على فيديوهات قطط، كلاب، ميمز. اتفرج على ميمز، اقعد نص ساعه مثلا على السرير واسمع اغاني مؤمن الديب. يعني راحه نفسيه رهيبه بجد بجد، اكسبيرينس فشيخ. انا كان عندي اكتئاب 3 سنين وقعدت نص ساعه بس بسمع اغاني مؤمن الديب، راح الاكتئاب. معرفش انا كنت مكتئب ليه اساسا. لكن بجد لو تعبان نفسيا او عندك اكتئاب روح لدكتور نفساني بجد. ولو مش معاك فلوس شوف حد تتكلم معاه، لكن اللي انت تسمع حد مش هتستفاد بحاجه. وفي الاخر انا بس عايز اقول حاجه، الناس بتوع التنميه البشريه دولت هم سكامرز وبس. اعرف لو هم بياخدوا فلوس من الحوار ده مش هيفيدوك بحاجه. واللي انت تسمع واحد نجح مش هيفيدك بنسبه 5% من اللي انت تسمع ناس ازاي فشلوا وتتجنب الحاجات اللي هم فشلوا بسببها. انا حاسس دلوقتي ان انا بتكلم زي الناس بتوع التنميه البشريه، بس صدقني لو انت سمعت حد ناجح بيتكلم عن نجاحه مش هتستفاد قوي. ممكن تستفاد شويه بس مش هتستفاد الاستفاده اللي انت فاكرها. وانا عارف ان كلامي ممكن يطلع كله غلط، والتنميه البشريه دي تطلع بتفيد ناس فعلا، بس حتى لو بتفيد ناس، الناس اللي بتعملها مش بتعملها علشان تفيدك، هي بتعملها علشان تاخد فلوس من الحوار ده. وانا في الحقيقه مش جاي لي فكره اوترو، فيعني مش عارف، دوس لايك وسبسكرايب وشير وكومنت